النهارده الأذيتين دول عملوا فينا اكبر مقلب في حياتنا كلها. استنونا بقى واحنا طالعين من تحت واقفين لنا بالشوايه والفحم، وقال ايه عايزين يعملوا اكل. اقول لهم يا قلب منك ليها فاضل ساعه واحده على المغرب مش هنلحق نعمل حاجه، وهم ولا كاني بتكلم مصممين على رايهم برضه. المهم قلت اضحك عليهم واحط الفحم في الشوايه واعمل نفسي بعمل اي حاجه وخلاص. لقيتهم ما صدقوا بقى، جريوا على التلاجه جابوا الحاجه واداها لي عشان اعملها لهم. ودي بقى كانت النتيجه. المغرب أذن واحنا لسه ما خلصناش حتى ربع الاكل بسبب اختراعاتهم. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ افطر على بلح ونبقى نشوف القصه دي بعدين. جايبنا يذلنا، انا جعان. طب هات حته بقى، هات اي حاجه. خد بعيدا بقى ان احنا فطرنا بعد العشاء، بس الاكل كان جامد جدا وعجبهم جدا جدا. يلا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في اللمه الحلوه دي. جامد ولا يا حور؟ يا بنتي الله سقف العمر سقف العمر.